بسم الله الرحمن الرحيم. رواية أولاد حارتنا اللي هي بتاعت الأديب الكبير نجيب محفوظ، وبصراحة هو كبير جدا جدا في روايات كتيرة جدا جدا إلا الرواية دي. طبعا اتهاجم مهاجمة شديدة جدا بسببها، لأنه كان عامل إسقاطات يعني كاملة في الرواية دي عن الله عز وجل والأنبياء والمرسلين. ولذلك طبعا واحد ممكن يقول لي انت بتتكلم كده وانت عالم وهتفتي. لا 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 خالص، ولا اقدر اتكلم نص كلمه في حاجه زي كده. الازهر الشريف عندنا من زمان جدا جدا من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وهو وصل درجه تكفير نجيب محفوظ بسبب الروايه دي. لو قريناها يا جماعه، انا قريت بصراحه انا قريت ملخص لها. ال اسقاط كامل عن الله عز وجل، مصور باختصار ولله المثل الاعلى الله في توه وفي بيت مخفي محدش بيشوفه، ويعني رهيب. وبيبعت اللي هم الرسل طبعا للحارة الغلابة، عمال يبعت لهم مرسلين تبعه، وقال يعني كل وصف رسول يماثل تماما الرسل اللي احنا نعرفهم، يعني سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بطريقة يعني بشعة، كأنه هو فتوة ظالم وبيبعت رسل خاصين بيه بنفس مواصفات جميع الأنبياء المرسلين بالظبط، بنفس طريقة حياتهم وصفها. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ده الأكد، من بداية ولادته لحد نهايته بالظبط وصف كامل، بس قالش محمد، إنما قال اسم تاني غير محمد. وفي النهاية خالص بقى قال اللي هو عايزه الفايدة أو الزبد بتاع الرواية إيه؟ إن جه فتوة واحد بقى فتوة بقى المخلص اللي هو قتل الفتوة اللي في البيت ده عشان من أجل تحرير الإنسانية. يعني باختصار مش هنتحرر يا جماعة إلا إذا قتلنا ربنا سبحانه وتعالى، لله مثل أعلى. يعني إذا خلصنا من الميراث الديني ومن أي دين، مش شرط يعني الإسلام، وتركنا جميع التعليمات بتاعته، يبقى ده تحرر الإنسانية وده التقدم العلمي الكامل. هو ده هدف رواية نجيب محفوظ، ولذلك يا جماعة خد فيها جائزة نوبل. وعلى فكرة واحد يقول ازاي اشمعنى يعني؟ لاحظوا حاجة عندكم، الروايات السابقة اللي كل فيها سب لله ورسوله وللإسلام، اللي هي قبل كده روايات خاصة بسلمان رشدي، وفيه واحدة أديبة بنجلاديشية برضو أفتكر اسمها، نسيت اسمها. ودول برضو خدوا روايات ليه؟ رواية أعشاب البحر أو وليمة أعشاب البحر اللي هي بتاعت سلمان رشدي، فيها سب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وعشان كده خد فيها بتاع جائزة نوبل. وكذلك برضو اللي هي أعتقد اسمها تسنيمة حاجة كده، اللي هي بتاعت بنجلاديش، برضو عملت رواية رهيبة، برضو سب برضو لله ورسوله على هيئة رواية. فيا جماعة صدقوني أي حد هيعمل رواية فيها سب الله ورسوله يقدمها بس بتاع نوبل وهيدوا له جائزة نوبل، ما يقلقش إن شاء الله. شكرا جزيلا.